كيفاش نتحكموا في الضغط النفسي، إن نعيشوا بسلام وفي راحة بال. هذا حلم كل واحد فينا. كل واحد فينا يحب يتحكم في الضغط النفسي اللي عنده، أما ما عرفش كيفاش. ساهل برشا. أولا، ما خاب من اعتصم بحبل الله. هات نبدأ نحلوا منين يجينا الضغط النفسي. بعض المحللين والعلماء يقولوا اللي الضغط النفسي اللي يعيش فيه الإنسان مأتاه 3 عوامل. العامل الأول هو الحسرة على ما فات. العامل الثاني هو القلق وعدم الرضا على ما أنت عليه الآن. والعامل الثالث هو الخوف مما سيأتي غدا. كان على اللي فاتك ما تبقاش تتحسر عليه، على خاطر ربي قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهكا نكون قضينا على العامل الأول للضغط النفسي واللي هو الماضي. أما الحاضر فعليك فقط أن ترضى بما أنت عليه الآن، وأن تشعر بقيمة ما لديك حتى تشعر بالسعادة، لأنهم سألوا السعادة أين تسكنين فقالت في قلوب الراضين. وهكا نكون قضينا على ضغط الحاضر. أما ضغط المستقبل، شنو باش يصير وماذا سيحصل لي؟ فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهكا نكون قضينا على ضغط النفسي للمستقبل. وباش ترتاح من الضغوطات النفسية ما تنجم كان سبق الخير تلقى الخير.